بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير. في هذا الفيديو إن شاء الله سأحدثكم عن طريقة لتثبيت السكر عن طريق تثبيت السحور. منطقيا إذا ثبتتم السحور أكيد سوف يثبت السكر عندكم، وبالتالي لن يضطر مريض السكر إلى أن يفطر نتيجة ارتفاع السكر أو هبوطه. طيب، ما معنى نثبت السحور؟ معنى تثبيت السحور إنه يكون نفس الأكل، يعني تريد أن تعمل أنواع مختلفة من الأكل خليها بالفطور، لكن بالسحور لأنه بعده صيام وبالتالي ممكن تضطر إلى الإفطار نتيجة هبوط أو ارتفاع، فما في داعي للتنويع في السحور، فثبتوا وجبة السحور. وعندما أقول ثبتوا وجبة السحور كذلك يجب أن يكون السحور سحور مناسب، مثل ما تحدثت في فيديو السحور المثالي لمريض السكر، سأضع لكم رابط أسفل هذا الفيديو. حتى تحدثت فيه عن نوع السحور المناسب لمريض السكر عند اختيار أغذية ذات مؤشر جلايسيمي منخفض. وكل مريض سكر لازم يكون عارف ما معنى جلايسيميك اندكس، معامل جلايسيمي أو مؤشر جلايسيمي، لابد إنه يكون عارف هذا الكلام. غذاء يعني ذا مؤشر جلايسيمي منخفض، لازم كل مريض سكر يعرف هذا الكلام. أنا تحدثت في فيديو سابق عن جميع الفواكه أو أغلبية الفواكه المناسبة لمريض السكر بناء على مؤشرها الجلايسيمي، وتحدثت ما هو المؤشر الجلايسيمي، وتحدثت متى يكون هذا الغذاء ذا مؤشر جلايسيمي منخفض ومتى يكون ذا مؤشر جلايسيمي مرتفع، وإنه مريض السكر أو أي شخص ما يريد يدخل في مرحلة السكر يجب إنه يلتزم بأغلبية حالاته بالأغذية ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، لأنها تحمي ماذا؟ تحمي البانكرياس من الإنهاك، لأنها لا تؤدي إلى رفع مستويات السكر بشكل كبير وإنما بشكل ثابت. بالتالي سأضع لكم إن شاء الله رابط الفيديو الذي تحدثت فيه عن المؤشر الجلايسيمي وعن الفواكه المناسبة لمريض السكر كذلك أسفل هذا الفيديو. طبعا عند أخذ الإنسولين، تمام، يجب إنه الجرعة هذه تعتمد على الغذاء الذي ستأخذه. ما يجي المريض يقول لا أنا الدكتور حكالي امشي كذا كذا كذا. أوكي، على عيني وراسي، صح كلام الدكتور تمام، أحدد لك كم وحدات أنت يعني يجب إنه تأخذ من الإنسولين، لكن الدكتور والله يعني الدكتور مش معك 24 ساعة ولا معك بكل الأيام عشان يعرف إنه هذه الوحدات تكفيك أو لا، زائدة عليك أو لا، ناقصة عليك أو لا. هو عمل لك وحدات على افتراض إنه أنت أولا تأخذ 3 وجبات، ثانيا عمل هذه الوحدات على افتراض إنه الوجبة الكبيرة مثلا ممكن هي تكون وجبة الغداء، بينما بعض الأشخاص ممكن يجعل الوجبة الأكبر في العشاء أو بالإفطار. وبالتالي يجب إنه مريض السكر يعاير جرعة الإنسولين بناء على أكله. كيف بناء على أكله؟ الآن نحن سنثبت السحور، تمام، وعندما يكون السحور مثالي وما يرفع السكر بشكل كبير واخترنا الأغذية المناسبة، يعني مثل في اقتراحات في الفيديو السابق الذي سأضع لكم رابطه أسفل هذا الفيديو. هنا لنفترض إنه هذا المريض أخذ نصف الجرعة، أو إذا كان عنده السكر قبل السحور منخفض ممكن يلغي جرعة الإنسولين. هذا هو مريض السكر الصح اللي هو فاهم. وأنا كذلك عملت فيديو اسمه مريض السكر الشاطر، هو اللي يمشي نفسه صح، يتعامل بناء على قراءات السكر، بينما بالعكس بعض مرضى السكر يعني لا يقيسون السكر أصلا إلا عندما تحدث عندهم أعراض، هؤلاء سيدخلون بمضاعفات. لكن كل ما كثرت بقراءات السكر هنا ستكون أكثر خبرة وأكثر قدرة على ملائمة نسبة السكر في الدم وتعديل جرعة الإنسولين بناء على نسبة السكر في الدم وبناء على الأغذية التي ستأخذها. إذن كيف سأعرف إنه هذه الجرعة من الإنسولين مناسبة لهذا السحور؟
تمام، الآن أخذت جرعة، تمام، نفترض إنه نصف الجرعة أو ما أخذت، تمام، بناء إنه قست السكر قبل السحور وكان السكر فيه هبوط. الآن إذا أخذت جرعة الإنسولين أو نصف الجرعة بعد ساعتين من السحور يجب إنه تقيس السكر في دمك. وتحدثت كمان في فيديوهات مريض السكر كم مرات يجب إنه يقيس السكر خلال يعني فترة الصيام، وهذه تختلف من شخص لآخر، ممكن تصل إلى 7 مرات، ممكن مرتين، على حسب وضع مريض السكر. طيب الآن وضع مريض السكر هذا يحدد، يعني هناك بعض مرضى السكر الصيام يعني مسموح لهم مباشرة، يعني ما في أي مشكلة بناء على ماذا؟ حسبة معينة. كذلك هناك فيديو تحدثت فيه عن حاسبة يعني للمخاطر، يعني من هو مريض السكر اللي ممكن يصوم، من مريض السكر اللي ممكن يعني يصوم ولكن هناك في خطورة متوسطة، ومن مريض السكر اللي تعتبر الخطورة عالية جدا، وهذا ينصح طبعا الاثنين خطورة متوسطة أو عالية ينصحان بعدم يعني الصيام، ولكن متوسطة مع يعني احتياطات وإجراءات معينة ممكن يعني إذا صمم إنه يصوم نحن نعطيه هذه المعلومات ويعني متى يقيس السكر في الدم. لكن اللي تطلع عنده الخطورة يعني عالية جدا هذا بصراحة لازم إنه نقول له يعني صراحة الصوم خطير جدا. برغم من ذلك بعض المرضى تقول له إنه السكر خطير جدا ولكن يصمم على الصيام. سأعمل فيديو خاص لهؤلاء الأشخاص الذين يصممون إنه يصومون رغم خطورة وضعهم. تمام. طيب الآن في هذا في يعني قلنا إنه المريض أخذ السحور بعد ساعتين وأخذ مثلا نصف جرعة الإنسولين التي أخذها، بعد السحور بساعتين يقيس السكر. إذا طلع السكر عنده أقل من 180 أقل من 180 معناته إنه هذه الوحدات مناسبة، ولكن ليس يعني ما يكون في هبوط، يعني يصل السكر إلى نفترض إنه وصل إلى 100 بعد ساعتين أو وصل إلى 90، هنا معناته مريض السكر لما يشوف السكر بعد ساعتين صار عنده 90 80 لابد إنه ينتبه ويعيد قياس السكر في أقرب وقت، وإنه هذا اليوم لن يعني لابد من الانتباه لأنه ممكن يدخل في هبوط سكر. هنا هذا الشخص لازم يعرف إنه المرة القادمة يعني اليوم الثانية هذه سوف يعمل على تقليل جرعة الإنسولين أقل من التي أخذها اليوم السابقة، سواء بوحدتين أو 3 وحدات أو 4 وحدات على حسب. ممكن يبدأ ينقص وحدتين فقط، ممكن ينقص وحدتين فقط في السحور الثاني اللي راح يكون نفس السحور، يقيس بعد ساعتين. إذا لاحظ إنه أقل من 180 ما في هبوط زيادة، إذا هذه النسبة وهذه الجرعة ممتازة لهذا السحور. لنفترض إنه ما زالت أكثر من 180 معناته ثالث يوم لازم كذلك يعمل هذه في إذا كان مرتفع أكثر من 180، إذا ثاني يوم يجب إنه المريض يزيد على جرعة الإنسولين وحدتين. تمام، يعني طلع أكثر من 180، إذن خلاص أنا بكرة باخذ نفس السحور هذا ولكن سأزيد وحدتين على جرعة الإنسولين التي أخذتها ماذا اليوم التي سبقت يعني بالأمس. لذلك هنا سأزيد وحدتين أو أقلل وحدتين على حسب نسبة السكر اللي طلعت عندي. تمام، إذن سأتعامل بزيادة وحدتين أو إنه أنقص وحدتين، وبالتالي إن شاء الله يتعدل السكر لبقية يعني أيام رمضان، وتكون خلاص يعني لا إنه يحصل عندك زيادة في السكر ولا يحصل هبوط في السكر. لأنه بعض الأشخاص يثبت ولكن على نوع معين من الوجبات، يأتي اليوم الثاني ويتناول سحور ما فيه يعني ما في أبدا أي شيء يرفع السكر، تمام، أو يكون ماله نفس إنه يتسحر، فيتسحر كمية قليلة ويأخذ نفس الجرعة. هذا منطقيا أكيد سيفطر لأنه سيدخل في نوبة هبوط سكر. شخص آخر يأتي أخذ اليوم الجرعة وكانت مناسبة، بكرة أخذ ضعف هذا السحور أو أخذ أشياء يعني مواد غذائية تؤدي إلى رفع السكر بنسبة كبيرة جدا، وأخذ نفس الجرعة تبعت امبارح، وبالتالي
هذا المريض أكيد سيفطر، لأنه بيدخل في حالة ارتفاع شديدة في السكر. هذا إذا ما دخل إلى يعني في الدايبتيك كيتو أسيدوسيس اللي هي الحموضة، حموضة الدم الكيتوني السكري، ممكن ينقل للطوارئ. هذا السبب. ما هو السبب؟ السبب أنه قاعد أنت تلعب بوجبة السحور، وبالتالي ما تعدل جرعة الإنسولين بناء عليه. وحتى لو عدلت ما راح تقدر تعدل، لأنه أنت الآن كل يوم تغير السحور. فثبتوا السحور، بالتالي ستثبت إن شاء الله جرعة الإنسولين، وستكون مناسبة لهذا السحور، وبالتالي إن شاء الله سيكون الصيام يعني ما في أي مضاعفات، لن تدخل بنوبة هبوط ولن تدخل بنوبة ارتفاع. أعيد المعلومة أو التي يعني أنا أحرص على ذكرها في كل الفيديوهات إن شاء الله. حتى الفيديو يعني اللي فيه ما ذكرت هذه المعلومة يعني يعتبر فيديو ناقص. مريض السكر يجب أن يعرف إنه شرب كمية كافية من الماء مهم جدا جدا جدا، لأنه أنت الآن في فترة الصيام، في فترة الصيام ما في ماء. بعض المرضى يعني أنت الآن ما بتشرب مية، كذلك السكر مرتفع في الدم، تمام، غير الأشخاص الطبيعيين. حصول أو زيادة لزوجة الدم عند هؤلاء المرضى تكون أكثر من المرضى الآخرين، بالإضافة إلى أنه مرض السكر يؤثر على الشرايين، وبالتالي احتمالية حصول جلطات تزيد عن الأشخاص الطبيعيين. إذا من الشخص الذي بحاجة إلى كمية كبيرة من الماء؟ من هو؟ مريض السكر أو الشخص الطبيعي؟ أكيد مريض السكر. فإذا كان الشخص الطبيعي يشرب 3 لتر، أنت أكثر من 3 لتر. أتفاجأ أنه كثير من مرضى السكر يقول إن إحنا ما نشرب مية، يعني بالكثير كم يشرب ماء؟ كم تشرب ماء؟ يقول والله يا دكتورة نص لتر، لتر. هذه أولا الماء نفسه يعتبر علاج للسكر، والدليل على ذلك إذا عندك كوب شاي، كوب الشاي هذا يعني حلو بزيادة، ماذا تفعل حتى تعدل حلاوة هذا الكوب؟ أكيد تضيف له ماء. الماء نفسه سيساعد الكلى على التخلص من السكر، وسيحمي الكلى أصلا، لأنه من اللي يعني قاعد يخرج كميات السكر الزيادة؟ الكلى. طيب الكلى عبارة يعني عن أنيبيبات، يعني أنيبيبات صغيرة جدا جدا جدا، كيف ستستطيع تحمل كل هذا العبء؟ بالتالي لابد من الانتباه لهذه النقطة. وعلى مريض السكر أن يظل يشرب مية من لما يفطر حتى يتسحر. وكذلك أعيد وأكرر، إذا كان مريض السكر نائم، أي شخص من أفراد الأسرة يجب أن يسقي هذا النائم، يصحيه، يشرب الماء ويرجع يعاود النوم إذا كان نائم. فلابد من الانتباه، هذه هي أهم نقطة. أما أن يأتي وسط يعني بالإفطار ويأخذ لتر يعني ماء، وبالسحور يأخذ لترين ماء ويقول خلاص الدكتورة قالت 3 لتر، هذه إنهاك للكلية، ما منه فايدة. لابد أن يكون في ريهايدريشن، يعني تروية بشكل متواصل من الإفطار وحتى السحور، حتى يستفيد منه ماذا؟ يستفيد منه الجسم، وكذلك لا ننهك الكلية. في الأخير أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، شاركوه مع أي مريض سكر، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي دكتورة سوسن ناجي التميمي، وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وفي أمان.